خوري بهدف امام بتروجيت لبيكلي طبعا المتألق، وخطأ من دفاع النادي الاهلي ومن حسام عاشور اللي رجع الكرة لدفاع النادي الاهلي محمد نجيب. يستفيد بيكلي من هذا الخطأ ويحرز هدفا مهما لبتروجيت مع بداية المباراة، ولكن ابى النادي الاهلي ان ينتهي الشوط الاول دون ان يرجع بهدف التعادل لوليد سليمان، عنصر من اهم العناصر الخبرة حاوي النادي الاهلي الكبير. ثم الهدف الثاني ومن خطأ لأحمد مجدي المتألق والمتفوق في وسط الملعب وفي دفاعات بتروجيت، ويحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي المهم جدا. وكأن الفريقان يقلد بعضهما البعض، يعني لما بنقول الأهلي والجونة بيتعادلوا في الأسبوع اللي فات والزمالك وبتروجيت بيتعادلوا الأسبوع اللي فات، صح الزمالك بيكسب المقاولين، ولكن أيضا الأهلي يفوز على بتروجيت، ولكن الضغط يصبح أكثر وأكثر مع توالي المباريات ومع اقتراب المسابقة من نهايتها، لأن طبعا كل مباراة بيكسبها نادي الزمالك في هذه المرحلة بيزيد الضغط على أقرب المنافسين النادي الأهلي، وبيقول لجماهيره ما تقلقوش كتير.